ازاي تختار شركة الماركتينج اللي هتشتغل معاها؟ اول حاجة اختار ناس عندها وعي بالمشروع بتاعك. لو الشركة صدقت في المنتج او الخدمة اللي انت بتبيعها هتعرف تساعدك كويس. اختار ناس بتحط خطة قبل ما تشتغل. لو لقيت الشركة بتتصل بيك بتحدد معاك ميتنج علشان نتكلم في المشروع بتاعك وايه هو الكلاينت المحتمل وايه الاستراتيجي اللي احنا ممكن نشتغل عليها، ده بيدي ثقة ان الشركة دي شغالة صح. بعد اذنك يا ناس اشجان اساليه كده اذا كان متاكد من اللي هو بيقوله ده. يقول لك ماليش فيه. بعد ما تحطوا الخطة سوا، ثق في الشركة اللي انت بتتعامل معاها لما تقولك ان انت محتاج ريت عدد بوستات كذا في الشهر. عموما كتب لابنك الساعه دي يا حاج. ما تثقش في الشركات اللي بتقولك انا هبيع لك عدد بوستات كذا بكذا فلوس. انت ما تعرفش حجم الشركة بتاعتي قد ايه. طب انت عارف انا ببيع ايه؟ عارف حجم الاودينس بتاعي قد ايه؟ ده بلح. اختار شركة تكون الفيدباك بتاعها كويس، انها تكون امينة على شغلك وفلوس الاعلانات بتاعك والاتفاق اللي بينكم. انا بدفع لشركتك 150,000 جنيه في السنه. ما تفصلش في سعر السبونسر، هم ادرى منك وهم اكتر خبره، ويفضل تتعامل مع شركات ما بتاخدش نسبه من فلوس الاعلانات. بيفصلوا ويضحروا ويسجروا في القبيل وبيحوروا في اي هاتش. ايه الكلام ده؟ انا مش فاهم حاجه خالص. كده انت ضمنت ان هم مالهمش مصلحه في الرقم اللي بيرشحوه ليك كفلوس سبونسر. يفضل تختار شركه يكون عندها خبره في المجال، مش لازم يكون اشتغل لعدد عملاء كبير في نفس المجال، لكن يفضل يكون احتك بالمجال وعارف شويه تفاصيل عنه. المعلم اجاني على سنه وقمح، خلتني رقاصة مصر الأولى. اختار شركة عايزة تقدم لك قيمة حقيقية وتكون مهتمة ان انتوا تشتغلوا شهر ورا التاني، مش شايفاك مجرد كلاينت وخلاص. الافكار المختلفة مش اساس الشغل. جيل زحلقه تزحلقه ويزحلقك. ده فكرتي الاعلان ده. ما تنبهرش بالافكار المترقعة والشغل اللي ما حصلش، لان ده مهما كان جامد في الماركتينج الاستمرارية هي اساس الشغل. دي اكتر حاجات مش بتبان لما تتعامل مع شركات الماركتينج في الاول. كنت مهتم ان انا اوصلها لكم، وافتكر ان ده كلام بفلوس.